السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كروسون محشي بالشوكولاته كامله للدهن والجبنه الاسطنبولي. تعالوا بقى ايه نخش نشوف خطوات العجن. معايا 3 معالق سكر، معايا بيضه، معايا معلقه خميره كبيره، نص كوبايه زيت، بس الزيت يكون نضيف، معلقتين خل، واقلب. معايا كوبايتين لبن دافي، واقلب برضو لحد ما الخميره ومعايا كيس فانيليا، ربع معلقه ملح صغيره، وهقلبهم في بعض. معايا 6 كوبايات دقيق، معلقه بيكنج باودر صغيره، واقلبه بالمعلقه. دلوقتي هنعجن. دلوقتي بعجن. معايا كوبايه ميه فتره كده برضو، واقلب كده ايه في دقيق تحت في الطبق، فانا بحط الميه ايه فبعجنه وبعجنه. حطيت بقيت كوبايه الميه في الطبق، وبرضو ايه بعجنه برضو تاني على الرخامه. حطيته على الرخامه وبعجنه عشان نعمل العجينه، نعمل العجينه كده على الرخامه. ابل ايدي ميه واروح عجنه ولت. هي العجينه ايه بتلزق في الايد كده. هلم بقى العجينه ايه، عجينة الكروسون بتلزق في الايد. خلاص بقى لمها عجنتها. لمينا العجينة، قلت الكروسون، وادهن الطبق زيت طرية، واحط العجينة ايه عشان لحد ما تخمر. احطها لمدة ساعة، اغطيها بالاسترتش واخليها لمدة ساعة، اغطيها واحطها في الحتة دافية، والجو حر عامة. دلوقتي فاتت الساعة، خمرت اهي العجينة. ههبط بقى العجينة بتاعت الكروسون، ههبطها كده وايه واقطعها.
هي جت 24 قرصة. اقرصها برضو كده وايه وانعمها على ايدي. انا ما حطيتش كوبايه الميه كلها برضو، ايه يعني كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن، وكوبايه الا ربع ميه. يلا انا هكمل انا بقى. طلع 24 قرصة. هغطيهم بالاسترتش والفوطة. دلوقتي فات ربع ساعة او 10 دقايق. العجينة ارتاحت، القرص ارتاحت. وهفردها، انا مش هعملها ايه بنط وكده، هفردها كده قرصة قرصة، واورقها بالزبدة. دلوقتي بعملها من بره، من جوه لبره. هفردها من جوه لبره. فردت الاولانية، ومعايا كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ. باخد بالفرشة واحط على ايه، على القرصة. بورقها كده، بورقها. هعملها واحدة واحدة. القرصة الفطيرة، القرصة الواحدة هعملها 10 وحدات، 10 قرص. برضو ورق في التانية. هحط برضو الزبدة، اورقها بالزبدة. رشة دقيق بسيطة، وافرد برضو القرصة التالتة. اعملهم لحد ما يبقوا 10 قرص. هحطهم بقى ايه في التلاجة بعد 10 دقايق او ربع ساعة في الفريزر. هطلع القرصة بقى الكبيرة ديت، ايه هما طلعوا 10، مش عارفة كانوا 10 ولا 11. 10 قرص في الفريزر. وافردها بقى عشان انا بفرد كده عشان السمنة، ايه يعني احطها في التلاجة في الفريزر عشان السمنة ما تطلعش من قلب القرصة وانا بفردها. وهفرد من نص كده على بره، من نص على بره. ورشة دقيق بسيطة كده، ايه عشان تفرد معايا. افرد من كل الاتجاهات. من نص على بره، من نص على بره. خلاص فردت القرصة. عملتها مدورة. اجيب سكينة البيتزا، هقطعها نصين، 3 و3. برضه هنا 3 و3. اعمل الربع 3.
انا عاملاه صغير مش عاملاه كبير، الكروسون عاملاه صغير. اهي مورقه اهي، افتحها من فوق. معايا جبنه اسطنبولي، معايا شوكولاته كامله ضدها، روتيلا. افرد كده واطبقها ايه على بعضها واتنيه. احط الجبنه، وبرضو عملت ساده يعني ايه. احط الشوكولاته قبلها ده. دلوقتي خلصت بقى الصينيه، وفردت بقى التانية، الفطيرة التانية طلعتها من الفريزر وفردتها. دلوقتي انا ايه هخش اسوي، سبته بقى يرتاح ايه قد نص ساعة يخمر. لما يخمر كده ويكبر، ومعايا بيضة، شلت الصفار من البياض، ومعايا معلقتين لبن وكيس فانيليا، ضربتهم في بعض وبحط بقى ايه على وش الكروسون. حطوا لي بقى لايك واشتركوا في القناة لو لسه معايا لحد دلوقتي. اخش بقى اسوي عند الفرن بعد نص ساعة، سبته يرتاح نص ساعة، يخمر كمان نص ساعة بعد ما شكلته. مولعه الفرن كده وسط ومن فوق موطيه. لما استوى من تحت القاعده استوت، رحت معليه الفرن شويه. اه طلع. واحط برضو غير الصينيه. هسوي بقى الباقي. اه بخلعه ده، بشيله بقى السكينه بتاعت لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه. شوفوا بقى طري ازاي. اه. هفتح بقى، افتح اتنين كده معاكم. والجبنه مورق ازاي وجميل.
هي الكاميرا مغمقة بس شوية. دي بالشوكولاتة، هفتحها برضو. ورق وخمران وجميل. هنفتح اهو، بصوا. لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك، اشتركوا في القناة. السلام عليكم.